الكام يوم اللي فاتوا كنا بنتكلم عن مصطلحات خاصة بمجال الطاقة في المباني، واللي دايما بيحصل لخبطة ما بينهم ما بين المصممين وبعضهم. ليه احنا مهم ان احنا نتعرف على المصطلحات دي؟ اولا انت كمصمم بيئي دي بالنسبة لك اساسيات، لازم تكون عارف المصطلحات والمفاهيم، لان من غيرها انت مش هتقدر تعمل مبنى ناجح بيئيا او مبنى واعي بيئيا بمعنى اصح. وكمان انت طبعا كمصمم بيئي او كاستشاري استدامة هتحتاج اكيد ان انت تعمل انرجي موديلنج او انرجي سيميليشن، وبالتالي المصطلحات دي مش هتبقى بالنسبة لك مجرد كلمات بتحطها في تقرير وخلاص، لا هي عبارة عن تروس بتحرك لي برامج محاكاة الطاقة اللي أنا بستخدمها. أيا كان السيميليشن انجن اللي أنت بتشتغل عليه لازم تكون عارف المصطلحات دي كويس جدا وتعرف تفرق ما بينهم. طيب إزاي بقى هنربط المفاهيم دي وإيه علاقتها بالإنرجي سيميليشن؟ هنتكلم مع بعض في خطوات بسيطة جدا عن كل مصطلح وإيه علاقته بالإنرجي سيميليشن وإيه موقعه كمان من العملية كلها. أولا في مرحلة نمذجة الطاقة أو الإنرجي سيميليشن إحنا مش بنستخدم أرقام عشوائية، إحنا بنبني نظام متكامل. العلاقة ما بين المصطلحات دي هي علاقة مدخلات بتوصلنا إلى نتائج. زي ما احنا عارفين في أي برنامج سيميليشن بيبقى فيه 3 حاجات مهمين: inputs وبروسيس واوتبوت. خلاص متفقين؟ نيجي بقى لأول مصطلح اللي هو الانرجي كونسرفيشن. الانرجي كونسرفيشن ده هو عبارة عن استراتيجية عمل بتبتدي إمتى؟ بتبتدي من قبل ما احط الكونسبت اصلا، وده بيجي من فهمي للموقع اللي انا بشتغل فيه والاحتياجات المبنى اللي انا بشتغل عليه ونوعه ووظيفته والناس اللي هتشتغل فيه هيبتدوا من الساعه كام لغايه الساعه كام وهكذا. يبقى قبل واثناء عمليه السيميليشن انا بكون حاطه استراتيجيه للشغل على المبنى بتاعي. وانت كمصمم بتبتدي تشتغل على التصميم السالب او الباسيف ديزاين تكنيكس، بنبتدي ان احنا نطبقها في المبنى قبل التفكير في اي اجهزه وفي اي انظمه خاصه بالتكييف او الاضاءه او اي حاجه تانية. وبكده احنا بنوفر للمستخدم اختيار ان هو يبقى عنده طريقه طبيعيه في التهويه والاضاءه وتبريد المبنى بدل ما يروح على طول لاجهزه التكييف وللاضاءه الصناعيه. لان زي ما قلنا قبل كده ان الانرجي كونسرفيشن بتشتغل على سلوك الافراد اللي بيستخدموا المبنى بتاعي. فانا دلوقتي كفرد بستخدم مبنى معين، لو فتحت الشباك وجالي منه هواء ساخن او ما جاليش منه اضاءه كويسه فاضطريت ان انا اشغل التكييف او اضطريت ان انا اشغل الاضاءه الصناعيه، انا كده ما عنديش حريه الاختيار. انما لو انا كمصمم بيئي بدات ان انا اديله الاختيارات الطبيعيه ان هي تكون متوفره، هضطره ان هو يستخدمها. وبكده انا بقدر ان انا اخليه يستغنى عن الاجهزه والمعدات، او على الاقل بنقلل قد ما نقدر من استخدامها خلال اليوم. وطبعا ده كله بيظهر في تصميم المبنى وتفاصيله والمواد المستخدمه في البناء. طبعا لازم اكون محدده برضو الماتيريال اللي انا هستخدمها في غلاف المبنى وفي الزجاج المستخدم في المبنى، ولازم اكون عارفه المعلومات بتاعته علشان ده هيفيدنا جدا كمدخلات بيتم ادخالها كمعلومات في برامج نمذجه اداء الطاقه في المباني. تاني مصطلح اتكلمنا عنه الانرجي افيشنسي، وده خاص بالأجهزة بقى. بعد تقليل الأحمال وبعد ما حصلنا على النتائج الأولية من برامج السيميليشن وعرفنا بالظبط إيه هي احتياجات المبنى من الأنظمة الميكانيكية اللي أنا هغطي بيها الجزء اللي ما قدرتش أحققه بالطرق السلبة زي ما قلنا قبل كده. هنا بقى بنبتدي ندخل مواصفات الأنظمة دي كإنبوتس، سواء كانت إضاءة صناعية أو أنظمة تكييف، أنظمة تدفئة، حسب احتياج المبنى اللي أنا بدرسه. وهنا طبعا لازم أختار أجهزة وأنظمة ذات كفاءة عالية وتكون حاصلة على شهادة الانرجي ستار عشان اضمن ان هي فعلا كفء. انظمة الاضاءة ممكن مثلا استخدم وحدات اضاءة ليد لايتنج ان الافشنسي بتاعتها بتبقى عالية مقارنة ببقية وحدات الاضاءة التانية. وهنا بقى بتظهر قدرة الانرجي موديلر على انه يقارن البدائل والاوبشنز اللي موجودة قدامه ويختار منهم النظام اللي بيديله افضل اداء واقل استهلاك للطاقة. يبقى انا كده حققت الفكرة بتاعت الانرجي افيشنسي. نيجي بقى للانرجي يوز. الانرجي يوز ده طبعا انا فهمي للمصطلح ده من قبل ما اصمم بيخليني ابقى عارف بالظبط كمصمم بيئي المهام هتتوزع ازاي. احنا عندنا كميه من الطاقه داخله لنا هتتوزع على استخدامات مختلفه، فهنا هبقى عارفه مثلا ان في جزء رايح للاضاءه، في جزء رايح لانظمه التبريد، في جزء رايح لانظمه التدفئه، في جزء رايح للاجهزه والمعدات اللي موجوده في المبنى. الجزئيه دي بالنسبه لبرامج السيميليشن هو مش اوتبوت بشكل صريح، ولكن تاثيره بيظهر في التشارتس اللي بتطلع لي وفي النتائج اللي بتطلع
بتطلع لي من المحاكاة. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي اضاءة صناعية، بدأت ان انا ادخل مواصفات الاضاءة الصناعية دي وتصميمها ووحدات الاضاءة وصفاتها عاملة ازاي، دي كلها انبوتس انا بدخل. عندي نظام تكييف، اجهزة التكييف نوعها ايه وكل المواصفات والانبوتس اللي انا دخلتها بتعرف لي نظام التكييف او نظام التدفئة او الاجهزة اللي موجودة في كل فراغ. وبالتالي انا كده دخلت كل الانبوتس الخاصة بكل الاجهزة وكل الاستخدامات اللي انا محتاجاها جوه المبنى. فلما اجي اخد النتائج بتاعه السيميوليشن الخاصة باستهلاك الطاقة، بيروح بقى يوزع لي انه في كمية طاقة معينة استهلكت في الاضاءة، في كمية طاقة معينة استهلكت في التبريد، في كمية طاقة معينة استهلكت في التدفئة، والأجهزة استهلكت كمية تانية من الطاقة. وبالتالي أنا بشوف تأثير الانرجي يوز على التشارتس وبتبقى متصنفة. فهنا الجزء ده في برامج السيميليشن بيظهر كاند يوز بريك داونز. نتائج المحاكاة أيا كان البرنامج اللي انت بتشتغل عليه هتعرفك الطاقة دي استهلكت في ايه بالظبط او في اي كاتيجوري بالظبط من الحاجات اللي احنا ذكرناها دي. وهنا بقى المعلومه دي بتساعدنا على تحديد نقاط الضعف في المبنى. بمعنى ايه؟ ان انا هعرف من خلال التشارتس اللي طلعوا لي ايه اكتر انظمه استهلكت طاقه وايه الانظمه اللي استهلكت طاقه اقل. فانا كده هبقى محتاجه ان انا اشتغل على الانظمه اللي استهلكت طاقه عاليه واشوف ايه الاختيارات المتوفره قدامي ان انا اقلل استهلاك الطاقه في البند ده اكتر حاجه ممكن. رابع حاجه الانرجي كونسامشن، وده بقى المحصله، الرقم الكلي والنهائي لاستهلاك الطاقه من كل الانظمه اللي انا استخدمتها جوه المبنى، سواء كانت اجهزه تبريد او تدفئه او اضاءه او معدات. ودي معلومه مهمه ليه؟ لان انا بشوف الاستهلاك السنوي للمبنى من الطاقه كان قد ايه، او المتوقع يعني اللي طالع لي من البرامج السيميليشن ممكن اترجمه لفلوس، اشوف الطاقه اللي انا استهلكتها طول السنه دي متوقع انها تكلفني كام. وده طبعا معلومه بتبقى مهمه جدا للعميل اللي انا بقدم له الريبورت عشان يبقى عارف التكلفه بتاعه استهلاك الطاقه اللي خارجه من المبنى ده هتكون عامله ازاي. وكمان مهمه لو انا عندي مبنى قائم والمبنى القائم ده كان عنده مشكله في استهلاك الطاقه، بدات اعمل التعديلات بتاعتي وعندي الارقام بتاعه السنين اللي فاتت والارقام المتوقع انها تحصل بناء على التعديل اللي انا عملته، فبقارن ده بده وبكده بقدر ان انا احدد اذا كنت انا نجحت في اني اقلل استهلاك الطاقه بالنسبه للسنين اللي فاتت ولا لا. طيب ومهم في ايه كمان؟ مهم كمان لو انا بحقق معايير الليد في مبنى معين، في حاجه اسمها البيز لاين موديل، ممكن نبقى نتكلم عليه بعدين. البيز لاين موديل ده بيبقى ليه اوتبوتس معينه، انا بقارن الاوتبوتس بتاعتي بالاوتبوتس بتاع البيز لاين موديل، وبكده بقدر ان انا استفيد من المعلومه دي في ان انا اعمل اكتر من حاجه على حسب الكيس اللي انا شغاله عليه. خامس حاجه الانرجي يوز انتنسيتي، وده واحد من اهم المخرجات لعمليه محاكاه اداء الطاقه في المباني، لان احنا زي ما وضحنا قبل كده ان الانرجي يوز انتنسيتي هو حاصل قسمه الاستهلاك الكلي على المساحه، والرقم ده بنقارنه بالرقم المقابل لنوع المبنى اللي موجود في كود اشري 90.1، ومهم جدا جدا في التقارير النهائيه الخاصه بالليد. ومن غير الرقم ده مش هنقدر نعرف اذا كان المبنى ده ناجح او فاشل كمبنى بيئي اخضر او مستدام. والرقم ده مهم كمان في ايه؟ زي ما قلنا لو انا بقارن مبنيين ببعض زي ما قلنا في الشرح بتاع المصطلح قبل كده. طيب بما اننا بقى اتكلمنا عن الطاقه المتجدده وهل هي من ضمن الطرق اللي انا بعلي بيها الافشنسي بتاعه استهلاك الطاقه في المبنى ولا لا، وطبعا قلنا لا لو انتوا فاكرين. طيب احنا هنا دلوقتي في برامج السيميليشن، معلومه الطاقه المتجدده دي مفيده بالنسبه لي في ايه؟ احنا بعد ما عملنا كل اللي احنا قلناه قبل كده، قللنا استهلاك الطاقه قد ما قدرنا وزودنا كفاءه الاجهزه المستخدمه في المبنى، وبالتالي زودنا الكفاءة استهلاك الطاقة جوه المبنى. فاحنا هنا بقى لو خطتنا ان احنا نوصل لمبنى صفري الطاقة او زيرو انرجي بيلدينج، يبقى احنا هنا قللنا X% من الطاقة اللي جايالي من الشبكة بره، وانا عايزة استغنى عن استهلاك الطاقة اللي جايلي من الشبكة، فهكفر الجزء المتبقي من الطاقة المستهلكة اللي انا ما قدرتش ان انا اقلله عن طريق الحاجات الباسيف والاكتيف اللي استخدمتها جوه المبنى. ببتدي ان انا استخدم مثلا خلايا شمسية او توربينات الرياح،
ويند تربنز علشان اكفر الجزء اللي انا ما قدرتش اوفره من التوب. تعالوا نتكلم فيها بالارقام. دلوقتي انا بعد ما عملت الباسيف ديزاين تكنيكس واستخدمت اجهزه الافشنسي بتاعتها عاليه جدا وقدرت ان انا اقلل استهلاك الطاقه في المبنى بنسبه 60%. دلوقتي بقى عندي 40% محتاجه ان انا اغطيهم، يا اما هستهلكهم من الشبكه او ان انا احط خلايا شمسيه فوق المبنى مثلا او في اي مكان مناسب من المبنى علشان ال 40% دول اولدهم عن طريق الطاقه المتجدده، وبالتالي ما احتاجش ان انا اخد كهرباء من الشبكه. وبكده بيكون المبنى بتاعي مكتفي ذاتيا فيما يخص استهلاك الطاقه، وبالتالي بيكون زيرو انرجي بيلدينج. طيب ايه دور برامج المحاكاه في موضوع الطاقه المتجدده؟ في معظم برامج المحاكاه ممكن ان احنا ندرس عن طريقها مثلا الخليه الشمسيه، عددها، اتجاهاتها، الزوايا بتاعه الخليه نفسها متجهه ناحيه فين، بزاويه كام، وهكذا. فممكن انا كمصمم بيه اعمل دراسه مبدئيه عشان ابقى عندي كده استيميشن ليه هحتاج كميه طاقه متجدده قد ايه، هحطها فين، بزاويه قد ايه. وبعد كده بيتولى الموضوع مهندس متخصص، ولكن انا في الدراسات بتاعتي الاولانيه بيكون عندي تصور للطاقه المتجدده دي هستخدمها ازاي. في النهايه الانرجي سيميليشن ده هو مش مجرد خطوات بنطبقها وخلاص، ان انا بعمل خطوه توديني على خطوه، لا، انا لازم يكون عندي اساسيات وفهم كبير جدا للمصطلحات سواء اللي ذكرناها او بقيه المصطلحات اللي لسه هنتكلم عليها بعدين، علشان اقدر ان انا ابقى عارفه ايه الانبوتس اللي هتبقى مفيده بالنسبه لي والاوتبوتس اللي انا هحصل عليها. ولازم الانبوتس تبقى سليمه وصحيحه ودقيقه عشان الاوتبوتس تطلع معايا سليمه وصحيحه ودقيقه. الموضوع ده بيبقى زي فن اداره العلاقه ما بين الاساسيات والمصطلحات اللي انا عارفاها ما بين البروسيس اللي بتحصل جوه الانرجي سيميليشن انجن اللي انا بستخدمه عشان نوصل لافضل اداء بيئي والاعلى انرجي افيشنسي ممكن اوصل لها في المبنى. وبكده احنا خلصنا الجزئيه دي. اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.